ازيكم جميعا. النهارده هنعمل السوشي مع بعض، وتحدي بقى مع بنتي الصغيره اللي بتقولي ان انا مش هعرف اعمل السوشي. قلت اعمله واغيظها وتعالوا نتعلم سوا. هي طريقتها بسيطه جدا وحاجات من البيت، بس هنجيب طبعا حاجات زياده شويه. الكمية اللي هقول لكم عليها طلعت معايا حوالي 26 قطعة، في منتهى الجمال والسهولة. نعملها مع بعض مع الترياكي صوص الجميل، الولاد كلهم بيحبوه. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا السي ويد، ده ورق بيتجاب الباكت فيها حوالي 10 قطع. احنا هنستعمل منهم 4 بس، مش محتاجين اكتر من كده. والسوشي مات دي بتبقى موجودة برضو، سعرها على سوق 40 جنيه. وده كوباية رز مسلوقة، حطيت عليها فنجان خل ومعلقة سكر بعد ما استوت. وعندنا خيار وجزر متقطع شرايح رفيعة، وده سلمون مدخن أو السيمون فيمي. ودي جبنة كريمي وكابوريا مدخنة. كل الحاجات دي في السوبر ماركت سهلة. وده مايونيز حطيت عليه هوت صوص للتجميل، وحبة البركة الأساسية في كل حاجة، وسمسم برضو أساسي في السوشي. ودي مية ساقعة علشان وأنا بشتغل ما فيش الرز ما يلزقش في إيدي زي ما هنشوف. هنعمل 3 أصناف النهاردة اللي عرفت أعملهم، يعني اللي هم خفاف الباقي بقى في جمبري وفي مقليات وفي كده، بس دول أخف نوع من أنواع السوشي. بدهن إيدي بالمية الساقعة عشان أعرف أفرد الرز. الأول طبعا بنحط السوشي مات دي بنفردها، وبعدين نحط عليها السيويد زي ما احنا شايفين كده. ومعانا الأخت صغنونة بنوتي صغننة إنجي هتساعدني، وهنفرد مع بعض الرز زي ما احنا شايفين كده. هنفرده كله بحيث ان احنا نغطي السويت كويس قوي. السويت ده من الطحالب البحرية المفيدة جدا، وفيها كمية فيتامينز من فيتامين سي وبي 12، وفيها حاجات كتيرة جدا مفيدة. المهم هنقلبها بالراحة كده على الناحية التانية علشان السيويد ده هو اللي هيبقى من جوه. بنحط الكريمي تشيز عشان تلزق عليها المكونات. عندنا الخيار والجزر. انا حطيت الجزر اضافة علشان يدي لون، واللي بيحب طبعا بدل الخيار يحط افوكادو زي ما انتوا عايزين. وهنلفها كويس زي ما احنا شايفين كده. بنلف بالراحة ونضغط برضو بالراحة عشان تديني شكل الرول ده اللي احنا شايفينه. هتتلف بالراحة وكويس قوي، منخافش. هي سهلة جدا بس هي عايزة دقة شوية وعلى مهلنا. ومن الافضل طول ما احنا شغالين بنبل ايدينا بالميه الساقعه دي، هتريحنا جدا. وبنبل برضو المات دي بالميه، انا ببلها بالميه ما بدهناش حاجه تانية. بس زي ما احنا شايفين الرول طلع اهو. باكد عليه برضو بساوي الجناب. بعد كده بناخد قطع السيمون فيمي ونحطها من فوق، وبعد كده عاوزين نحط حبة البركة، سمسم، كلها إفادات مهمة جدا. يعني كل ما بنزود الحاجات دي بتبقى جميلة. بس بنسويها كويس، وبعد كده نبدأ التقطيع. لازم السكينة اللي بقطع بيها تكون حامية جدا كويسة قوي علشان ما تفرقليش الرز عن المكونات، وتبقى التقطيعة مناسبة جدا. بس اشيلها على قرمة الخشب وامسكها حوالي عرض الصباع الواحد كفاية زي ما احنا شايفين كده. وعلى مهلنا خالص، المكونات خلاص تبقى ماسكة في بعضها، بس برضو على مهلنا علشان ما تفكش. وزي ما احنا شايفين بتطلع كده. الرول ده بيطلع منه حوالي 8 قطع، من 8 ل9 قطع حسب ما احنا بنعرف نقطعها. بس بعد كده نبدأ صنف تاني اللي هو الكاليفورنيا رول. برضو زي ما احنا شايفين كده بدهنها بالمية الساقعة، متخليهاش تلزق معايا خالص. وبرجع أعيد نفس الخطوات، السويد وعليه الرز واقلب. بس المرة دي بقى حطيت حبة البركة من بره بس، واقلب كده. تمام. برضو هنمشي خطوة خطوة كده. المرة دي بس همشي معاكم خطوة خطوة عشان نبقى عارفين. هنحط بقى الكابوريا المدخنة أو الكراب
كل بقى ما بحط الالوان كده بتبقى لذيذة وجميلة. مش هنقول ان احنا موفرين قوي، يعني مش لما نعمله في البيت هنوفر قوي، لا، بس هي الباكت دي مثلا ب 40 جنيه، ده ب 40 جنيه. السيمون في مي طبعا غالي شوية، هيبقى ب 80 جنيه، اللي هي الباكت الحوالي 250 300 جرام. والكراب برضو ب 40. مش هقول ان انا موفرة قوي، بس ايه، عملنا حاجة نظيفة وحلوة في البيت. وساعات برضو في يعني الدليفري ما بيجيش، اصل احنا قفلنا، اصل احنا مش لاحقين، اصل احنا كده، فممكن نعملها حاجة كده لذيذة نشارك فيها مع الولاد، بيحبوها وبيتعلموا حاجة جديدة. كلناها بره اوكي، اللي عاوز يضيف اصناف، لان طبعا فيها اصناف مقليات، ويبقى داخل فيها الجمبري والسمك والكده، في اصناف كتير قوي للسوشي، انواع كتيره جدا. بس احنا عملنا اقرب انواع لطيفه كده نعملها مع بعض في البيت، تبقى يعني لذيذه كده وتغيير شويه، وفي نفس الوقت ما خدتش وقت. حط بقى دي فوقيها المايونيز والصوص الحار او الهوت صوص. بس بعد كده بعمل شكل بقى جديد معايا، اللي هو الهوزوماكي. ده السيويد بيبقى من بره، يعني هنخليها الطبقة الرول الأخضر من بره. نحط بقى كراب، نحط سيمون اللي عندنا، مش شرط حاجة معينة. الألوان كلها بتبقى جميلة قوي مع بعضها، وكلها حشوات لطيفة. المرة دي عملنا الكراب اهو معاها، برضو بقفلها كويس قوي زي ما احنا شايفين كده، هي بتبقى رقيقة، طبقة رقيقة قوي. نحافظ عليها على قد ما نقدر عشان ما تفكش مننا. طبعا دايما بننضف الرز المسلوق، دايما بيلزق حوالين الرولات كده، هننضفه. ودايما برضو بحاول استعمل مية ساقعة باستمرار. هنبدأ التقطيع، بساوي الجناب ونبدأ بالتقطيع. وانا جميلة جدا. بعد كده نبدأ بعمل الترياكي صوص. هنجيب صوص صويا ومعلقة عسل اسود وسمسم. وبالهنا والشفا، ويا رب تعجبكم طريقة خفيفة، وقولوا لي رأيكم عملتوا ايه. باي باي.